إينار هو أول كمبيوتر لوحي يتم إنتاجه في مصر للمرة الأولى في إطار برنامج قومي لتعميمه على طلاب المدارس والجامعات لإحلاله محل الكتب المدرسية والجامعية في أنحاء البلاد. وتتولى وزارة الإنتاج الحربي المصرية إنتاج الكمبيوتر الجديد بالتعاون مع وزارة الاتصالات في مصنع شركة بنها للصناعات الإلكترونية كاترون بالقرب من القاهرة. ويقول عبد العظيم عبد الحميد مدير الإدارة الهندسية بالشركة المنتجة إن المشروع الجديد جزء من خطة إصلاح نظام التعليم في مصر. شركة بنها للصناعات الإلكترونية من خلال منظومة وزارة الإنتاج الحربي وبعد الثورة كان في هناك حاجة ملحة لتطوير نظام التعليم في مصر، ووزارة الإنتاج الحربي كوزارة فعالة اشتركت مع وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات في إيجاد منظومة تبقى مع الطالب بدلا من الكتاب الجامعي أو الكتاب المدرسي. وبالتالي احنا عملنا التابلت اللي سيادتك شايفه في مراحل الإنتاج المختلفة. يزن الكمبيوتر اللوحي المصري 750 جراما، وسيزود بمعالج بقوة 1.6 جيجا هرتز وبشاشة حجمها 9.7 بوصة وذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 1 جيجا بايت وذاكرة تخزين سعتها 8 جيجا بايت يمكن زيادتها إلى 32 جيجا بايت ونظام تشغيل أندرويد 4. كذلك فإن الجهاز مزود بكاميرا أمامية وأخرى خلفية بقدرة 2 ميجا بكسل ودعم شبكات الاتصالات واي فاي وشبكات الجيل الثالث. وتنتج شركة كاترون حاليا 300 جهاز يوميا، وبدأت بيع بعض الأجهزة لوزارة التعليم العالي، لكنها تعتزم طرحه للبيع في منافذ تابعة لوزارة الإنتاج الحربي في الشهر المقبل. ووضعت الشركة خطة لزيادة عدد الأجهزة التي تنتجها يوميا لتلبية الطلب المحلي. كما ذكر المسؤولون أن الشركة تلقت اتصالات من دول خليجية لاستيراد الجهاز الجديد. وسيعرض الكمبيوتر اللوحي إينار للبيع في السوق المصرية بسعر 1550 جنيها مصريا، أي ما يوازي نحو 200 دولار، كما ينتظر أن توزعه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الطلاب بسعر مدعم. خالد حسين، رايترز.